أول شيء شكرا لمنتخبنا اللي يجب أن ندافع بشكل كويس، يجب أن نتماسك. منبع المواهب هي الحارات أكيد. والله أنا حالي حال نفسي أنا ولا اللي ده. والله العظيم مش مصدق. والله أنا مش مصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد من هنا من باص نقل المنتخب اليمني للناشئين، منتخب السعادة. احنا فوق باص شركة ترابط، يعني اللي نقل المنتخب في كل المحافظات. ايش تسوي؟ معك قائد المنتخب الوطني للناشئين. المهم احنا في باص المنتخب اليوم، المنتخب كلهم، الطاقم الفني للمنتخب وايضا اللاعبين معزومين في مطعم الشيباني رويال. في مطاعم الشيباني رويال الآن بنروح منتخب يمني، طاقم فني وأيضا نجوم ونجمات أغلب اليمن، نقدر نقول الأغلب مشاهير ومؤثرين ومؤثرات ومشهورات، الكل بيكون هناك موجود. بتكون لمة حبوبة وطيبة وحلوة جدا. خلونا نشوف هناك ونسوي مقابلات مع اللاعبين وأسئلة محرجة وأسئلة أنتم في نفسكم توصلوها للاعبين، وبندخل إلى عند اللاعبين وبنجلس عندهم، وكمان بناخذ وجبة حلوة وحبوبة من مطاعم الشيباني رويال إحنا واللاعبين كامل. وأيضا بالإضافة إلى مقابلات اللاعبين والطاقم الفني والمدربين بتكون معنا مقابلات للنجوم والنجمات الحاضرين اليوم، وبنشوف فرحة عظيمة كبيرة. قائد المنتخب الوطني. فرحة كبيرة عظيمة لكل المنتخب. وباقي شيء مهم الذي أنا مشي الشاكر يعرف، باقي شيء نشي نعرف هل المنتخب رياليين ولا برشلونيين. خلوا في الدرج، خلوكم معنا نروح مطعم الشيباني رويال ونكتشف كل الأسرار. تعال يا نبي. هذه الحلقة برعاية مطاعم الشيباني رويال. مبروك، مش للمنتخب بس، لنا كلنا جميعا. شكرا للمنتخب اللي وحد الشعب اليمني بعد 9 سنوات من الأوضاع اللي عشناها، وحدهم بفرحة واحدة. في مطاعم الشيباني رويال نرحب بهم أكبر ترحاب على العين والرأس. حياهم أبطال غرب آسيا، شرفونا ورفعوا رؤوسنا ويكفينا فخرا واعتزازا إن المنتخب الوحيد الذي رفع علم فلسطين داخل الملعب. الكابتن عادل السالمي، نجم من نجوم اليمن بشكل عام وأسطورة كرة القدم اليمني. كابتن وحبيب قلبي يا كابتن عادل. وايضا النجم الخلوق، احلى ابتسامه في العالم، الكابتن عبد الاله شريان. والله العظيم انه شرف كبير اني اوقف جنب الهامات الرياضيه الكبيره. ابدا مع الكابتن عادل بعد اذنك يا كابتن عبد الاله. كابتن عادل، اشتيك تعطيني كذا كلمتين، ايش شعورك بهذه المناسبه، وبحكم انك قد مريت بهذه المناسبات من قبل واسعدتوا انتم ايضا وطن يا كابتن عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ حسن حبيب قلبي، الله يسعدك ويوفقك. طبعا الف مبروك لمنتخب الناشئين. طبعا لحظات بالنسبه لهم هم شخصيا لحظات لا تعوض. هذه اللحظات استقبلناهم، وطبعا ابناء الشعب اليمني كافه في كل المحافظات استقبل المنتخب، وهو قليل في حقهم للامانه، يستحقوا افضل. وان شاء الله باذن الله انه يعني يكونوا القيادات في اتحاد كره القدم وفي وزاره الشباب والرياضه ان يولوا هذا المنتخب الاهتمام، ليس كما حصل في السابق يعني مع المنتخب قبل سنتين. اهم رساله، هذه رسالة، طبعا رسالة نوجهها لاتحاد كرة القدم على الاهتمام بهؤلاء الناشئين. وإن شاء الله بإذن الله أنه إذا تدرجوا سيكون لدينا منتخب وطني أول قوي إن شاء الله بإذن الله. وألف شكر لهم على ما قدموا، شكرا للجهاز الفني، شكرا للجهاز الإداري، شكرا لكم لحضوركم ومشاركتكم الفرحة، شكرا جزيلا. الله يسعدك كابتن عادل. شكرا كابتن عبد الاله يا حبيب قلبي. حيا حبيبي. يعطيني جوه. ما ادري جوه، الله اجواء لا توصف، انجاز عظيم الحمد لله. تكلل بوجود نجوم زي هؤلاء، اتمنى انهم يهتموا بهم، واتمنى ان احنا نستمر على الانجاز هذا ومحافظه على المنتخب هذا ونستفيد من الماضي. وشكرا لتغطيتك، وانت دائما بتوافق انا في ذا قلبك يا حسن. الكابتن طبعا ايش اعطيكم كذا تسريب ومعلومه رهيبه، الكابتن عبد الاله كتالوني معتق وبرشلوني اصيل. الكابتن عادل ايش وضعك؟ ملكي طبعا، ملكي ولو تزعل ملكي. والله العظيم انه حلاوه الموضوع يا اخي، ملكي وكتالوني يا اخي. الله لا يسمع شاكر. شاكر وراك. دعم خلاص، نختم اللقاء هذا. مع السلامه مدن شاكر. انا الله يسعدك حبيبي.
طبعا شفتوا اللقطات الجميلة لاحتفاليات الناس ولفرحة الناس بهذه الفعالية الأكثر من رهيبة، بطولة غرب آسيا للناشئين. أخذوها المنتخب اليمني ورفعوا رؤوس الملايين، كانت فرحة عظيمة غير طبيعية. طبعا اللي جنبي الآن هو ربان وقائد السفينة، وهو العمود الفقري خلف نجاح المنتخب في هذا الكأس، الكابتن المدرب لمنتخب الناشئين بطل غرب آسيا الكابتن سامر فضل. يا حيا وسهلا ونورت القناة. الكابتن سامر علشان ما أطولش عليه، طبعا الكابتن سامر بيريح الآن، بعد شوية معه هو الكابتن علي النونو اللي بيكون معي بعد شوية، وبقية الطاقم بيكون معهم استقبال جماهيري في الملعب. فكابتن سامر أشتيك تعطيني نبذة، إيش اللي وصل لك من خلال مشاركتكم في هذه البطولة؟ كيف كانت ردة فعلك في بعض المباريات اللي كان الأداء كذا تحس إنه خلاص إحنا على شفا حفرة يعني من نار بنخرج، وفجأة الحمد لله ترتبت الأوراق. اعطيني بشكل عام وبشكل اللي تشوفه أنت مناسب عن البطولة وعن استقبال الناس لكم في اليمن في المحافظات بشكل كامل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اشكرك حقيقه على هذه التغطيه والمتابعه للاستقبال العظيم من قناتك الرائعه، ولنا الشرف نكون فيها طبعا. بالنسبه لي حقيقه الاجواء كامله طبعا. بالبداية أكيد عانينا كثير من الصعاب، واجهنا كثير من التحديات، يعني ما وصلنا للبطولة إلا بعد معاناة كبيرة جدا، بعد تخطي لصعاب كثيرة جدا بالتكاتف الجميع، بهمة الرجال وعزيمة المحاربين. كان هدفنا واحد، أولا كان هدفنا هو إسعاد هذا الشعب اللي تشاهدوه حاليا من سعادة وفرحة ويعني ابتسامة كبيرة جدا لهذا الوطن، ما هو إلا متنفس بسيط جدا يعطي رسالة كبيرة أن الرياضة هي المتنفس الوحيد لهذا الوطن للسعادة وللابتسامة. فحقيقة يعني الشعور لا يوصف بشعور يعني لوصف هذه المشاعر التي نشاهدها بكل الطرقات، بكل الشوارع، بجميع الأجناس البشرية حقيقة في أرضية الوطن، في أرض الوطن. طبعا بالنسبة للصعوبات اللي احنا كجهاز فني نعانيها، بالتأكيد هي صعوبات كبيرة. هناك بعض الأوقات في المباريات التي تجد أنه لابد من يعني قد تؤدي بعض الدقائق في المباراة إلى فقدان المباراة أو خسرانك للمباراة. هذا شيء طبيعي، مثل ما يعني أنت اليوم تستعد هناك أيضا منافسك يستعد، فمثل ما أنت اليوم أفضل هناك طول المباراة لن تكون الأفضلية لك في الملعب، فهناك أوقات تكون الأفضلية للمنافس. فإحنا دائما يعني ننبه اللاعبين أن هناك أوقات عندما تكون الكرة والأفضلية للمنافس يجب أن نحترم هذا الوقت، يجب أن ندافع بشكل كويس، يجب أن نتماسك، يجب أن نكون فعلا مركزين تركيز عالي. احنا كجهاز فني دائما عندما نجد أن الفريق قد يكون هناك نوع من الاهتزاز أو نوع من التوتر أو قد يكون نوع من الخوف للتراجع إلى الخلف، دائما ما نعطي تغييرات اللي هي رسائل للاعبين لا تتراجعوا. نحن دائما تغييراتنا لو تركزوا فيها دائما هجومية وأغلبها هجومية، حتى عندما يكون اللاعب دفاعي لكن بنهج هجومي نحن نغير، لأنه احنا منتخباتنا تفتقد إلى عنصرين مهمين جدا اللي هي الثقة والشجاعة. يجب أن تكون عندنا الثقة والشجاعة. هنا نستطيع أن نبني منتخب، نستطيع أن نصل بالمنتخب إلى أبعد نقطة بالثقة والشجاعة وفرض الشخصية في أرضية الملعب. دائما ما نقول للمنتخب وللاعبين وللأولاد خذوا المبادرة، دائما يجب أن نكون لدينا الفعل، لا ننتظر ردة الفعل، وبعد الهدف لن نتراجع، نستمر بنفس النهج بنفس الفكر بنفس العقلية التي وجدنا فيها شخصية منتخب بطل، شخصية منتخب يستحق هذا المكان الذي وصل له، وهذا بعد توفيق الله عز وجل وتكاتف الجميع. يا سلام. كابتن سامر، ايش اصعب مباراة واجهها الكابتن سامر؟ المباراة اللي حسيت فيها فعلا بهذيك المباراة حاسمة، فيها قلق. والله شوف، هو بالتأكيد يعني احنا كل المباريات التي لعبناها كانت بمثابة بطولة، كانت بمثابة كأس، يعني كل المباراة خروج المغلوب وكل مباراة مهمة جدا، لكن بين قوسين لربما هي المباراة النهائية، بين قوسين اسمها نهائية فقط، ولكن هي 90 دقيقة مثلها مثل غيرها و11 ضد 11، ولكن اسمها نهائية. فهي كانت التركيز العالي فيها، وكان الضغط العالي أو الضغط يعني النفسي لربما كان أعلى عند اللاعبين، ولكن الحمد لله رب العالمين توفقنا فيها الحمد لله. حبيبي كابتن سامر، وإذا كان مع برشلونة تشافي ومع ريال مدريد أنشيلوتي وأتلتيكو مدريد سيميوني، حتى لو رحنا للدوري الإنجليزي وتكلمنا عن السيتي وغوارديولا، احنا معنا سامر فضل في قيادة هذه السفينة. ولا ننسى أيضا اللي الآن بيشرفنا، اللي يعلم الله أن حبه في القلب كبير، الكابتن علي النونو الآن بيجي. كابتن سامر روح ريح وافتهن وارتاح وسامحنا نفدالك. تسلم يا حبيبي.
رجعت لكم بأسطورة من أساطير اليمن والمنتخبات اليمنية على جميع الفئات. هداف المنتخب اليمني، النجم المهاجم اللي متع ملايين الناس لسنين وسنوات طويلة في عدة بطولات، إن تكلمنا عن بطولات آسيوية وإن تكلمنا عن بطولات عربية وحتى لو تكلمنا عن كأس الخليج، اللي اللاعب اليمني الوحيد يا عمي اللي يعطيك بالدبلكي بالراحة. كابتن رهيب متألق، شباك الخصوم كلها طعمت من أهدافه. والله العظيم انه الكابتن علي النونو يا عم علي، والله لك حب صافي في قلبي وقلوب كل المشجعين. الله يبارك فيك، الحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أكيد. كابتن علي، أول شيء 1000 مليون تريليون مبروك، مساعد مدرب المنتخب اليمني. والكابتن علي من زمان معروف انه دائما ما ينزل إلى محافظات لانتقاء لاعبين من الحارات، الحوافي بالعامية. كابتن علي، بخصوص هذه النقطة بالذات، لأن الشعب كله التمس فيك هذه النقطة، إنك تختار من داخل حارات يا كابتن علي، هل تشوف المنتخب التوليفة اللي تم اختيارها قادرة إنها توصل إلى الدرجة الأولى يا كابتن علي، إلى المنتخب الأول، هذول الشباب اللي نشوفهم اليوم، عادل عباس وبقية الرفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكرك على هذه الاستضافة. طبعا أكيد إحنا دائما نقول منبع المواهب هي الحارات، أكيد، والحارات هي اللي بتغذي الأندية. في بعض الأوقات تلاقي لاعب جدا موهبة، جدا هو موهبة، لكن ما بيتمش الاهتمام به في النادي، فتلاقيه يبتعد عن النادي. إذا أنت هنا أحرمت موهبة. إحنا من خلال الحارات هذه، من خلال الأحياء، بنحاول إن إحنا ننزل نعطيهم الاهتمام هذا حتى يصبحون نجوم في المستقبل. وهؤلاء زي ما قلت أنت، هؤلاء كلهم سواء المنتخب السابق اللي أخذ غرب آسيا أو 21 أو هذه في 23، إذا ما اهتمينا بالنجوم الذي يعني عمرهم قد تعدى وعملنا لهم منتخب يليق واهتمام في أكيد بيئة الشباب، بيكونوا منتخب جدا ضارب، جدا قوي، قادرين وياخذوا البطولات. نعم يا سلام. كابتن علي، طيب كيف كانت مشاركتكم في هذه الجولة والبطولة، بطولة غرب آسيا، وبالذات يا كابتن علي يعني اللحظات الجميلة الرفع كأس آسيا أو غرب آسيا؟ والله شوف، مثل ما قال الكابتن زامل قبل كذا، كانت خطواتنا أو برنامجنا قبل البطولة كانت صعبة جدا. يعني تخيل أنه أنت بتعد تختار لاعبين وتعد منتخب في شهرين، اللهم لك الحمد. نعم، في شهرين إعداد ومعسكر تدريبي وكل شيء، واختيار وتدريب وتوليفة جدا ممتازة في شهرين، الحمد لله توفقنا فيها. أكيد كان دائما هدفنا في كل مباراة البطولة، الكاس، إفراح الجماهير، هذا الذي دائما بتستنانا. فهذا الدافع كان يعطينا جدا حماس داخل الملعب، سواء احنا كإداريين أو اللاعبين داخل الملعب. في كل مباراة كنا نحس، من أول مباراة لعبناها مباراة ودية في حضرموت، كل مباراة نكسبها نحس إن احنا بنمشي في الطريق الصحيح، وأيضا ثقافة الفوز لدى اللاعب الصغير هذا موجودة. كل ما فزت كل ما كان ثقافة الفوز لديه أكبر، ما يهموش حتى لا قدر الله جاء فيه هدف بيرجع ويعيد ويرجع للصدارة وأيضا للفوز. هذه الثقافة إذا بنيت عند اللاعب اليمني خلاص يعتبر أنه بيدخل داخل المباراة وهو ثقة وهو قوة وهو واثق أنه حيفوز. كابتن علي، إيش تقول للاعبين في المستقبل؟ شوف، الآن بالذات اللاعبين الذين هم لعبوا منتخبات وحققوا إنجازات، هذا حيكون دورهم أكبر وأكثر أهمية. أنه الآن أصبح مسؤول، أصبح الآن نجم، أصبح عليه كأهل أنه يحافظ على هذه النجومية. وكيف تحافظ عليها؟ هي الاستمرارية في التمارين، سواء كان في النادي أو إذا كان في المنتخبات. إذا ما فيش نادي ما فيش مانع أنه لنفسه يخرج. في معنا أندية كثيرة صحية، معنا أندية حديد، معنا منتزهات ممكن فيها يتدرب فيها، هذه كلها بتأهله وبتخليه دائما مستعد لأي على نفس الرتم. نعم. مستمر بنفس النشاط. نعم. من ناشئين بإذن الله إلى شباب إلى منتخب أول، علشان مواصلة فرحة إسعاد الشعب. أكيد لأن الرياضة هي استمرارية. كابتن علي، احنا شفنا لقطات أثناء المباريات، كان دائما يعني أثناء المباراة نفسها الكابتن علي بدون شعور من المقاعد اللي تجلس فيها المدربين والطاقم الفني والبدلاء، الكابتن علي بدون شعور أشوفك قفزت لا عند الخط. ايش الحماس هذا اللي في علي النونو اللي كنا نذكر عليه في الاعوام الجميله اللي في كؤوس اسيا اللي حققتوا ارقام كبيره؟ حقيقه لانه سر الحماس هذا. شوف، هو انت يعني بتحاول توصل فكره
قد اللاعب مع التعب او مع الجمهور غابت عنه، فبالتالي انك تحاول انه تذكره فيها او تشجعه في موقف من المواقف. هذه دائما احنا كواجبنا كجهاز فني انه دائما نخلي اللاعبين في نفس فورمة التركيز عالية في كل مباراة. قد لاعب يغفل قد يتكاسل، لكن مع التوجيهات من خارج من دكة الاحتياط بتكون بيرجع إلى مكانها السليم. طبعا الكابتن سامر كما يعرف الجن هو كان حارس مرمى، علي النونو مهاجم، فبالتالي هنا توليفة جدا يعني سواء دفاعيا أو هجوميا. يا سلام، كابتن سامر حارس مرمى وكابتن علي النونو راس حربة وهجوم، فبالتالي كنا أصبحنا أقوى دفاع وأقوى هجوم. فهذه شيء يعني تحسب للكابتن سامر وتحسب للجهاز الفني بشكل عام وايضا لنا. ربنا يسعدك. اذا الكابتن سامر والكابتن علي النونو كانوا عباره عن دويتو وفرحه واسعاد، اما المنتخب كامل مجملا كطاقم فني وايضا لاعبين هم عباره عن منتخب السعاده لاسعاد ملايين الشعب شمالا جنوبا شرقا وغربا خلف الشاشات في الملاعب في كل مكان. كانوا الناس مساندين وكان في جماهير عربيه محبه لليمن وللشعب اليمني وايضا للمنتخب اليمني. كابتن علي ايش رايك اودف بك ووعد لي الناس باذن الله ببطولات جايه وافراح جايه باذن الله ان شاء الله. احنا دائما احنا الامل لازم يكون موجود معنا، وحب انك تكون في الصداره هذه لابد انه تكون في الرياضي بشكل عام يعني. فبالتالي احنا نوعدكم اذا ما كان هناك في اهتمام بتلاقونا دائما في الصداره باذن الله. اذا باذن الله كمان رساله الى وزاره الشباب والرياضه، نتمنى من الله الحرص والاهتمام على هذا المنتخب وباذن الله التوفيق والاستمرار والصعود. كابتن علي اليوم نورتنا وبالذات كانت لفته جميله في مطاعم الشيباني رويال، نشكرهم باذن الله باسمك وباسم كل الطاقم. حقيقه نشكر كل الذي وقفوا مع المنتخب سواء مطاعم رويال او غيرها، ايضا نشكر الوزاره في كل اماكن اللي اول ما دخلنا ارض الوطن تلاقينا الشعب كله كان حولنا، من تجار من يعني مسؤولي دوله من جمهور، كل الناس كان يعني يشتيق تجي عنده. تخيل حب جدا بالذات يعني. فبالتالي هذه كانت نعمه من الله انه انت حققت شيء يسعد هذا الشعب كله، والحمد لله استطعنا، ونشكرهم ونشكر كل من وقف مع المنتخب. طبعا انا ما عاد بطولش على الكابتن علي بعد ما كنا الان في الشيباني رويال، انتقلنا الان مباشره الى الملعب، الان بتجي الجماهير والشعب باذن الله. بنخلي الكابتن علي يروح يريح شويه ويفتهن، وباذن الله الواحد لحد نواصل الحلقه. خلوكم معنا. شكرا كابتن علي، يعطيك العافيه. طبعا الان اللي تشوفوه معي هو عباره عن نجم وجوهره اليمن. الشخص اللي جنبي واقف هو ليونيل عباس. يعني انا اذكر اول ما شفت عادل، للامانه يا عادل اقسم بالله ما شاء الله القدم اليسرى الذهبيه حقه، يا اخي متعت شعب، يا اخي اهدافه لمساته فنياته. اللاعب هذا اقسم بالله بطراز ما شاء الله اوروبي رفيع. عادل نورت القناه اول شيء. الله ينور عليك، بنورك هذا. الله مليون مبروك يا عادل الكاس، ويعطيني كذا شعورك يا عادل استقبال الشعب لكم، وكمان اثناء المباريات كيف كانت الحمل انت بحكم انك كابتن وقائد المنتخب اليمني؟ والله الحمد لله انه يعني كان شعور لا يوصف، ويعني الشعب كان مستني من احنا فرحه، ونحن اعطينا يعني ابسط الحقوق حقهم، والحمد لله نحن ساعدنا الشعب الحمد لله. عادل ايش ردة فعلك اذا لما تشوف الناس كلهم يهدروا على عادل عباس النجم اللي باذن الله يشوفوا له مستقبل كبير؟ والله العظيم مش مصدق. والله انا مش مصدق. عادل عباس صدق وانت فعلا نجم يا عادل. ايش المباراة كذا اللي اقلقتك جابت لك ضيق؟ والله ولا اي مباراة كلها كانت سهلة الحمد لله، انه كان معانا جهاز فني طبعا معانا اليوم في قناة حسن برو اللي نورها عبارة أنا أشوفه، شوف أنا وصلتني كذا تسريبات إنه وضاح يميل قلبه إلى ريال مدريد، لكن بالنسبة لي والله هو عبارة عن تير شتيغن اليمن، وضاح أخطبوط اليمن، وما شاء الله تبارك الله كل كرة وكل صدها في مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا كانت عبارة عن فرحة ملايين. وضاح يا حية ويا سهلة ونورت القناة، وألف مليون تريليون مبروك الكاس. الله يحييك وتشرفنا فيك أخي حسن، والحمد لله يعني البطولة. تقول للشعب بمناسبة هذه البطولة واستقبالهم لكم بشكل كامل؟ والله نقول لهم يعني مش داعي يعني الكلمات تعجز عن وصفهم وعن يعني مساندتهم داخل الملعب وخلف الشاشات لنا، ونقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله، وإن شاء الله نطمح لكأس العالم بإذن الله نفرحكم.
وضاح الردفاني عباره عن رياضي مخضرم. وضاح باذن الله هل بنشوفك في يوم من الايام مع المنتخب الاول، ولا وضاح الردفاني بيهرب من رياضه كره القدم وبيروح الى القات وغيره؟ لا لا الشعب ايش تعرف؟ لا صراحة يعني هذا الإنجازات وهذا الشيء يعني الواحد يطلع عنده حافز كبير ودافع معنوي للأمام إن شاء الله، والتوفيق من الله، والواحد يعمل بالأسباب ويجتهد وربنا الموفق. اهم نقطه هذه، الواحد يعمل بالاسباب وربنا الموفق. طيب وضاح يا ابن الردفاني، باذن الله هل بنشوفك محترف؟ عندك طموح، او هل قد في كذا بصيص امل لاي عروض احترافيه في الوطن العربي او برا؟ والله إن شاء الله يعني نحن نطمح لهذا الشيء ويعني ونتمنى هذا الشيء، ولكن نحن نجتهد ونعمل بالأسباب أيوة، ونشتغل على أنفسنا والتوفيق من الله، وإذا في أي احتراف أكيد ما باذن الله إن شاء الله. نتمنى لك باذن الله تروح برشلونه إن شاء الله على ريال مدريد أحسن ولا برشلونة قدر الحاصل. يا حبيبي يا وضاح، ربنا يوفقك والله العظيم، نورت القناه. اخر حاجه شي تقولها لجمهورك، لشعبك، لاهلك، لناسك، تفضل. والله حاب أقول لكم ألف مبروك عليكم، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله تعالى، والحمد لله يعني تمت فرحة على خير، وإن شاء الله يعني بنكون يعني قد المسؤولية للقادم، وإن شاء الله نكون نحن أو الجيل القادم يفرحكم بإذن الله تعالى. الله يحفظكم ويطول بعمركم، وشكرا أخي حسن. يا حبيبي يا وضاح، ربنا يسعدك ونورت القناة. طبعا وضاح الآن قومناه سحبناه نتعناه وهو نايم، بعد شوية بيكون في الملعب واستقبال جماهيري كبير. بعد ما كنا قبل شوية في عزومة في الشيباني رويال، كيف كان استقبال الناس هنا؟ والله كان استقبال يعني روعة جدا، زحمة بس تدخل يا أخي. محبة الناس. نعم. إيه أكيد أكيد الحمد لله. قل لهم مع السلامة. مع السلامة. انا عارف ان انتم تعودتوا على حسن برو معكم شاكر برو ماكس. المهم ان شاء الله ان الحلقه عجبتكم وكانت حلقه حاليه من روح الروح. يا من انا شختم حسن قبل ما يجي، لا تنسوا اللايك والتعليق. قسما بالله ما قصدكم انها تمثيليه، والله العظيم اني جالس عند باصات المنتخب والاخ بيختم. ايش فعلت؟ يعني قول لي واصل يعني. لا ما على قدم داري. المهم لا تنسوا اللايك والتعليق ومشاركه القناه. والله ما انا داري ايش قال لكم، لكن على الله. بالزر رابط لا كل بيت ساعه ملقحين وخاطركم في امان الله.